تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. والموعد الكبير ليس فقط للنهضة البركانية ولكن للكرة المغربية في إسدال الستار عن نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم من أجل الثالثة يا بركان. هنا تمريرة يمشي بصورة جميلة جدا، انطلاقة ممكن العرضية تأتي، هنا كرة على الأرض، العرضية مرة أخرى في القائمة الثانية بالراس عناصر نادي سيمبا البينية. هنا الأقرب يتحيف، هذه صعبة. الهدف الأول يأتي لفائدة فريق سيمبا. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تتغير النتيجة، فريق سيمبا يفعل عن طريق لاعب موتالي أساء تقدير اللاعب عادل تحيف، تأخر في الخروج في قطع الكرة، لذلك فسح المجال سيمبا أنه يخترق منطقة الجزاء العرضية، وموتالي يضع في الشباك. ماذا هناك؟ دحان بيدا ولاعبي فريق النهضة البركانية. كيف مرت هذه كنا محظوظين في هذه اللقطة، كنا محظوظين جدا في هذه الكرة الصعبة جدا أمام المرمى الفارغة مرت بسلام. لذلك عناصر النهضة البركانية هنا يجدون بعض الصعوبات. شوف الإعادة كيف مر على كامارا وهي العرضية، لكن دائما نتكلم على عنصر المراقبة والمتابعة. كيف للاعب التنزاني هنا يلمس الكرة بالراس، يتفوق على المدافع. غريب يتصدى للقطة استعراضية، حركة فنية جميلة من المليوي كاد يسجل هدف رائع جدا. المليوي نصف هوائية، هذا خيري يرفعها، لا زالت بركانية. اضرب تأخر، لا زالت هنا فيها عرضية، فيها خطورة، فيها راسية مرة جانبية. غير معقول كيف ضاعت هذه الكرة، غير معقول كيف ضاع التعادل في لقطة. نعم كان ممكن أن تحسم الأمور في الجولة الأولى. هنا الإعادة، شوف هنا تأخر يلا يا الموساوي، مقوصة يا الموساوي بالراس، غير معقول. كامارا كيف ضاعت هذه، لمسة يد. ماذا سنتابع الإعادة، لكن فرصة كبيرة يا كامارا للتسجيل، فرصة كبيرة. بطاقة حمراء، نعم كان عنده إنذار كاغوما، وبالتالي كارت أحمر يحضر في هذه الأثناء. مشاهدين من الربع ساعة المتبقي، بينما لدينا ضربة حرة مرفوعة، الكرة بالراس، وهذا ما قلت مشاهدي الكرام. التعادل لعناصر نادي سيمبا. حتى ب10 لاعبين أنا حذرت من سيمبا، حتى بالنقص العددي قادر أنه يسجل، وهذا ما حصل. وهنا سيلغي. برافو الحكم من المرابط. محاولة المرابول، امشي يا بول، لا زالت بركانية. جول القاضية يا بركان، الكاو يا بركان. هنا بركان همة وشان، هنا بركان قيمة وشان في ملعب الأمان. أمان يا بركان، يعرف المستحيل، والبركاني لا يعرف المستحيل. الكاو في اللحظات الأخيرة.